أهم 5 نصايح لأي طالب لسه بيدرس في مجال الفاشن. أول نصيحة: اتعلم أساسيات قبل ما تجري ورا الشكل، ومبادئ وتنسيق الألوان. لازم تفهم تشطيب القطعة وتنفيذها بالطريقة صح. الشخص اللي أساسه قوي بيقدر يطلع شغل أقوى حتى لو إمكانياته بسيطة. الموهبة مهمة بس الأساس أهم. تاني نصيحة: اشتغل بإيدك كتير مش بس تتفرج. الفاشن مجال عملي جدا، لازم ترسم، تعمل موديلات، تجرب باترون، تخيط، تبتدي اللي انت تغلط وتعيد. انك تغلط غلطة اهم من 10 فيديوهات تشوفهم من غير تطبيق. ثالث نصيحة: ابني بورتفوليو من دلوقتي، مش لازم لما تتخرج. ابدأ من دلوقتي، جمع كل حاجة بتبتدي تنفذها في الكلية زي السكتشات، المود بورد، الأقمشة، العينات، عشان خاطر تقدر تعمل بورتفوليو قوي من دلوقتي. حتى لو شغلك بسيط، مهم جدا انك توثق تطورك، ده اللي بيبين قد ايه انت بتتقدم. رابع نصيحة: تابع السوق مش الدراسة بس. الكلية طبعا مهمة، لكن السوق بيكون ليه لغة تانية. تابع البراندات، الترندات، طرق العرض والتسويق، ولازم تعرف ايه هي احتياجات العميل وتفرق ما بين الشغل الأكاديمي والشغل التجاري. مش كل تصميم حلو ممكن ينجح في السوق، ومش كل ترند هيكون مناسب لهويتك. خامس نصيحة: ما تقارنش نفسك بحد، وطور مهارة واحدة تميزك. في ناس بتكون قوية في التصميم، في الباترون، في التنفيذ، في الستايلينج. تعرف انت مميز في ايه وطور نفسك فيه. التميز الحقيقي انك يكون عندك بصمة خاصة بيك.